السلام عليكم أحبابي، أنا نسرين، واليوم بغيت نحكي ليكم واحد القصة اللي بقات محفورة في قلبي. قصة فيها الخوف، الصدمة، ولكن حتى القوة والإصرار. أنا نسرين، عندي 30 عام، مطلقة وبنت صغيرة، ومن بعد ما فرقت مع راجلي قلت خاصني نوقف على رجلي ونخدم بشرفي باش نعاون بنتي. قلبت بزاف على خدمة، ولكن في هاد البلاد الخدمة صعيبة، واللي ما عندوش معرفة كيعاني بزاف. نهار من الأيام صاحبتني سارة قالت لي: نسرين، كاين واحد الشركة كيقلبوا على سكرتيرة جديدة، والمدير ديالهم إنسان مزيان على ما كيقولوا، سيري تجربي حظك. فرحت وجمعت الأوراق ديالي ولبست مزيان باش نبان محترفة، ماشي متبرجة، غير عادية وأنيقة. اتصلت بالرقم اللي عطاته لي صاحبتي، جاوبني صوت راجل وقال لي: مرحبا آنسة نسرين، تقدر تجي غدا مع 10 الصباح باش نديروا مقابلة صغيرة؟ قلت ليه إن شاء الله نجي. فالغد مشيت وأنا عندي أمل كبير. وصلت للشركة، كانت زوينة ومنظمة، الناس لابسين رسميين والجو فيه احترام. سولت على المدير، قالوا لي مكتبوه في الطابق الثاني. طلعت وأنا كندعي: يا ربي سهل عليا، راه ما عندي حتى سند في هالدنيا غيرك. طرقت الباب، سمعني وقال لي: تفضي نسرين، مرحبا بيك. دخلت وأنا مبتسمة، قلت ليه: السلام عليكم، جيت على المقابلة. قال ليه: مرحبا، تفضلي اجلسي. بدا يسولني: شنو التجربة ديالك؟ واش خدمتي من قبل؟ واش تعرفي تستقبلي الزبائن؟ جاوبت بهدوء، وأنا في ذاك اللحظة كنت مرتاحة، كل شي باين عادي. ولكن من بعد لاحظت باللي نظراته بدات كتبدل، ما بقاتش ديال مدير عادي، ولا كيشوف فيا بزاف وبطريقة ما مريحتنيش. سكت شوية وقال لي: بصراحة انت عندك شخصية قوية ووجعك زوين بزاف، صراحة أنا ارتحت ليك. ضحكت بخفة وقلت في خاطري: يمكن غير كيجامل. ولكن منين بدا يزيد في الهضرة قال لي: أنا كنقلب على شي وحدة تكون قريبة مني في الشركة، نعاونها وتعاوني، ماشي غير في الخدمة، حتى في الثقة. قلت ليه بابتسامة باهتة: إن شاء الله نكون قد الثقة ديالكم، أنا جادة في خدمتي. سكت شوية، من بعد جاء من وراء المكتب، قرب مني وقال لي: نسرين، بصراحة انت زوينة بزاف وكتعجبيني. تجمدت في بلاصتي، ما عرفت شنو نقول. سولتني نفسي واش نخرج، واش نجاوب، واش نسكت. حاولت نوقف ونخرج، ولكن سد الباب وقال لي بهدوء: ما تخافيش، غير بغيت نهدر معاك على انفراد. قلت ليه وأنا غاضبة: سيدي، مع كامل الاحترام، أنا ما جيتش لهنا باش نسمع كلام بحال هذا، جيت نقلب على خدمة بشرفي وماشي شي حاجة أخرى. سكت، شاف فيا واحد نظرة غريبة وبدا يضحك وقال لي: غير هدري بالراحة، أنا ما قصدت والو. قلت ليه: كنفضل نمشي دابا، شكرا على وقتكم. جمعت أوراقي وخرجت وأنا مقلوبة من الداخل. مني خرجت من الشركة وقفت في الزنقة ودموعي في عيني. حسيت بالظلم، بالإهانة، ولكن حتى بالفخر، حيث ما خلوتش حتى واحد يقلل من قيمتي. مشيت للدار وأنا كنفكر، قلت في خاطري: صحيح الخدمة صعيبة، ولكن الشرف ما يتباعش، غادي نلقى خدمتي بعرقي ماشي بضعفي. ومن ذاك النهار وليت كننصح كل بنت كتقلب على خدمة: ديري نيتك مع الله وكوني قوية، راه كرامتك أهم من أي منصب.